الخذلان مش لحظة، الخذلان مسار طويل بنمشيه من غير ما نحس. بيبدأ بإحساس صغير إن في حاجة مش مظبوطة، لكننا بنعدي نبرر ونقول بكرة يتحسن، لحد ما بنوصل للحظة اللي بنبقى فيها متألمين ومش فاهمين إمتى الوجع كبر كده. الخذلان بيوجع لأنه بيخلينا نشك في نفسنا، في تقديرنا، في قدراتنا. لما نيجي نقرأ الناس مش بنتوجع بس علشان اللي حصل، لكن علشان اللي استحملناه أكتر من اللازم. أصعب جزء في الخذلان إنه بيجي من ناس قربنا منهم، ناس ادينا لهم الأمان، وعلشان كده وجعه بيبقى أعمق من أي أذى تاني. بعد الخذلان بنحاول نتماسك، بس في حاجة جوانا بتتكسر بهدوء. مش بنبقى عاوزين نسيب، لكن بنبقى مش قادرين نكمل بنفس الطريقة. هنا بيجي قانون الاستغناء، لكن كحقيقة بتفرض نفسها لما الوجع يبقى أكبر من الخوف، لما السلام يبقى أغلى من التعلم. الاستغناء هنا مش أسوأ، هو آخر محاولة عشان نحمي بيها نفسنا. يمكن ما نحسش بالقوة ساعتها، لكن بعدها بنفهم إننا اخترنا نفسنا لأول مرة.